بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم تحية خاصة هذه الأيام المباركات من أيام ذي الحجة، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، أي عيد الأضحى المبارك. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يحرر بلادنا وبلاد كل المسلمين وبلاد العالم أجمع من جبروت الطغيان، وأن يحكم بيننا خاصة للشعب الإريتري الحق والعدل والسلام والأمن والاستقرار. هذه الحلقة أيها الأحباب تأتيكم في أيام ذي الحجة قبل العيد بأيام، ولذلك أحببت سيداتي سادتي أن أكرسها لشعائر متعلقة بالأضحى المبارك، منها أحكام الأضحية، كذلك السنن والآداب المستحبة في يوم العيد، وأركان الحج وواجباته وسننه، وذلك نقلا عن مجلة الوسط الأسترالية التي أعمل بها هنا في أستراليا، وهي مجلة دعوية إسلامية تعنى برفع وعي المسلم أينما كان. أحبابي الكرام، قبل هذا وذاك أولا أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشيوخنا الأجلاء الذين يعملون ويسهرون ويقدمون أغلى ما لديهم من عمرهم وجهدهم وعلمهم لرفع وعي المسلمين الإريتريين تحديدا باللغتين العربية والتجرينية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل ذلك في ميزان حسناتهم من مختلف الشرائح، شيوخنا الأجلاء وشبابنا، وكذلك من الأعمار المتوسطة، كذلك من الرجال والنساء، وكذلك من الفنيين والمخرجين الذين يعملون بلا كلل من أجل أن تخرج إليكم البرامج بالثوب الذي يليق بحضرة المشاهد الكريم. كما أتقدم كذلك لكل الدعاء الذين يعملون من أجل رفعة الإسلام والتعاون مع المسلمين أينما كانوا. كذلك أتمنى في هذه الأيام المباركات أن يفك الله أسر المأسورين ويجبر خواطر والقلوب التي تفطرت جراء ما تعانيه إريتريا حكما وإدارة وإشرافا من المجموعة الظالمة في البلاد. وفي نفس الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم كل المسلمين أينما وجدوا. في هذه الحلقة كما قلت مشاهدي الكرام، وهي الحلقة رقم 234، آمل أن تخرج إليكم بما يليق بمناسبة العيد، عيد الأضحى المبارك. كذلك أتمنى لقبيلة الإعلام الذين يعملون في هذه اللحظات والناس مستعدون للعيد وما إلى ذلك، لكنهم يسهرون ويعملون ليل نهار، أولئك الجنود المجهولون، وبالتالي أحييهم تحية خاصة وتحية زمالة وعمل. في ذات الوقت للمشاهد الكريم الذي يتابعنا وأحيانا يتفاعل وأحيانا لا يتفاعل، فنقول له يعني أهلا بك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعني بالشيوخ الكرام يوم الأربعاء في العيد إن شاء الله، إذا كان هناك برنامج على الهواء. أتمنى أن أطل عليكم مع حضرات علمائنا الأجلاء، وإن لم يكن فاعتبروا هذه الحلقة هي العيدية التي ارتأيت أن أعيد معكم بها مشاهدي الكرام. فيما يتعلق بأحكام العيد عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، يقول العلماء في أحكام الأضحية: الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة ومن أعظم القربات والطاعات، وهي شعار على إخلاص العبادة لله وحده وامتثال أوامره ونواهيه. ومن هنا جاءت مشروعية الأضحية في الإسلام، وقد تكلم أهل العلم في أحكامها التي يمكن إجمالها فيما يلي. مشروعيتها: الأضحية عزيزي المشاهد هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، وهي عبادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما السنة فقوله
عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وكونها من شعائر الدين، وقد وردت أحاديث عديدة في فضلها وعظم أجرها عظم أجرها، وهي الأحاديث وإن كانت لا تصل إلى درجة الصحة، إلا أن الأضحية تبقى من شعائر الله سبحانه وتعالى التي أمر بتعظيمها، كما أن فيها تأسيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي واظب على فعلها ولم يتركها. أما فيما يتعلق بحكمها، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادرين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. فقد فوض صلى الله عليه وسلم الأضحية إلى إدارة المكلف، ولو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة. ثم إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي عن أمته، كما في سنن الترمذي وغيره، فأسقط بذلك الوجوب عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بحديث على أهل كل بيت أضحية، وحديث من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواهما أحمد في مسنده. ولذلك فإن الاحتياط للمسلم أن لا يترك الأضحية مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره، ولما في ذلك من براءة الذمة. وهنالك شروط للأضحية عزيز المشاهد. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، سورة الحج الآية 34. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بغير هذه الأجناس، ولا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها، فوجب اتباعه فيها. أما الشرط الثاني عزيز المشاهد، أن تبلغ السن المعتبر شرعا، بأن تكون ثنيا إذا كانت من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعا إذا كانت من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة. وأفضل الأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، وتجزئ الإبل والبقر عن 7 أفراد. ولا يجزأ الضأن إلا عن واحد فحسب، والانفراد بذبيحة أفضل من الاشتراك مع غيره فيها. أما الشرط الثالث عزيز المشاهد، أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الأجزاء، وهي الواردة في حديث البراء عن عازب رضي الله عنه مرفوعا: 4 لا تجوز في الأضاحي. وفي رواية: لا تجزي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي أو لا تنقي. وجاء في رواية ذكر العجفاء بدل الكسيرة، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وهنالك عيوب مكروهة ولكنها لا تمنع من الإجزاء، يفضل أن تخلو من الأضحية منها، كأن تكون مقطوعة القرن أو الأذن
أو الذنب ونحو ذلك. والأفضل عزيزي المشاهد في الأضحية ما توافرت فيها صفات التمام والكمال كالسمنة وكثرة اللحم وجمال المنظر وغلاء الثمن، لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سورة الحج الآية 32. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. أما الشرط الرابع عزيزي المشاهد أن يكون الذبح في الوقت المعتد به شرعا، ويبتدئ من بعد صلاة العيد إن كان المضحي في موضع تقام فيه الصلاة. وأما من لا يستطيع الصلاة لسفر ونحوه فوقتها قدر ما يكفي للصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، كما في حديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع إلى البيت فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، رواه البخاري. وفي رواية: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويمتد وقت الذبح على الصحيح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، أي اليوم 3 من العيد، فتكون مدة الذبح 4 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد وحسنه الألباني. وماذا عن ذبح الأضحية عزيز المشاهد؟ الأولى للمضحي أو الأولى عفوا أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، لأن الذبح قربة وعبادة، وله أن ينيب عنه غيره، فقد نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة واستناب عليا في نحر ما تبقى. وينبغي أن يراعى آداب الذبح كالإحسان إلى الذبيحة وإراحتها، وأن يستقبل القبلة. وإن كانت الأضحية من الإبل فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، وهو معنى قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وإن كانت من غير الإبل فإنها تذبح مضجعة على جنبها الأيسر. ويستحب وضع الرجل على صفحة عنقها ويقول: بسم الله الله أكبر، ويسأل الله القبول. يقول: بسم الله الله أكبر ويسأل الله القبول. وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع من حيث المقدار، لكن المختار عند أهل العلم أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. ويحرم بيع شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو صوف أو غيره، لأنها مال أخرجه العبد لله تعالى، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. ولا يعطى الجزار شيئا منها في مقابل أجرته، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي في جزارتها شيئا، كما عند البخاري، ولأن ذلك بمعنى البيع. وأما أن أعطاه شيئا على سبيل الصدقة أو الهدية بعد أن يعطيه أجرته فلا حرج في ذلك. والسنة لمن أراد عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة أن يضحي إذا دخلت 10 ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين:
إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية حتى يضحي. المصدر إسلام ويب. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام، وتحدثنا فيها أحكام الأضحية، أي تحدثنا عن أحكام الأضحية. الآن نأتي عزيزي المشاهد بعد استراحة قصيرة إن شاء الله للحديث عن السنن والآداب المستحبة في يوم العيد، فكونوا معنا أيها المشاهدون الكرام. نعم أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة. الآن نتحدث عن الآداب والسنن المستحبة في يوم العيد. أولا، الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة. من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة، واتفق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. المعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجودة في العيد، بل لعله في العيد أبرز. كذلك من السنن المستحبة والآداب الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى. من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة قبل حتى يأكل تمرات، لما ورد أو لما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح. أما في عيد الأضحى المبارك الذي أمامنا فإن المستحب أن لا يأكل حتى يرجع من الصلاة، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية، فإن لم يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة. كذلك من السنن والآداب المستحبة التكبير يوم العيد، وهو من السنن العظيمة في يوم العيد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك عن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قال: نعم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام، ويكون التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام، حتى كان أمرا مشهورا، وإلى دخول الإمام كان أمرا مشهورا جدا عند السلف، وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والفريابي في كتاب أحكام العيدين عن جماعة من السلف. ومن ذلك أن نافع ابن جبير كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس، فيقول: ألا تكبرون؟ ووقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما في الأضحى فالتكبير يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. وفيما يتعلق بصفة التكبير، ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التهنئة. ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم، أيا كان لفظها، مثل قولهم أو قول بعضهم للبعض: تقبل الله منا ومنكم، أو عيد مبارك، وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة. وعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك. قال ابن حجر: إسناده حسن. فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة،
ورخص فيها من قبل أهل العلم كالإمام أحمد وغيره. وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضا عند حصول ما يسر، مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى غير ذلك. فيما يخص الذهاب إلى الصلاة عن طريق والعودة من آخر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. قيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، والأرض تتحدث يوم القيامة بما عمل عليها من الخير والشر. وقيل لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين. أما صفة صلاة العيد، قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان تمام، غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، والتكبير 7 في الركعة الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وعن عائشة رضي الله عنها: التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات، وفي الثاني 5 تكبيرات سوى تكبيرات الركوع، رواه أبو داود، صحيح بمجموع طرقه. ولو أدرك المأمون إمامه أثناء التكبيرات الزوائد يكبر مع الإمام ويتابعه، ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنة وليست بواجبة. أحبابي الكرام، لا نزال مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه المرة نتحدث عن العيد وبعض الشعائر فيه كأحكام الأضحية والسنن والآداب المستحبة في يوم العيد. أيضا فاصل قصير ونتحدث عن أركان الحج وواجباته وسننه. كونوا معنا أحبابنا الكرام. أيها السادة والسيدات، عدنا إليكم بحمده تعالى ونتحدث عن أركان الحج وواجباته وسننه. تنقسم أعمال الحج إلى أركان يجب الإتيان بها جميعا، ولا يصح الحج بترك شيء منها، ولا يقوم غيرها مقامها، وإلى واجبات يصح الحج بترك شيء منها ويجبر المتروك بدم، وإلى سنن ومستحبات يكمل بها أجر الحاج وثوابه عند الله. أركان الحج: أولا الإحرام، هو نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وله زمان محدد وهي أشهر الحج التي ورد ذكرها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البقرة الآية 197. ومكان محدد وهي المواقيت التي يحرم الحاج منها. ثانيا من بين أركان الحج الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه أبو داود وغيره. والمقصود يجمع المزدلفة ويبتدئ وقته من زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، وقيل يبتدئ من طلوع فجر اليوم 9. فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، لحديث عروة ابن مضروس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره. وفي أي مكان وقف من عرفة أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. أخرجه مسلم. ثالثا، طواف الإفاضة، لقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سورة الحج الآية 29. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخبر بأن صفية رضي الله عنها حاضت: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، ولآخر لوقته، ولا آخر لوقته عند الجمهور، بل يبقى عليه ما دام حيا. وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة. رابعا، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، السعي بين الصفا والمروة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد. ولقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وهذا السعي عزيزي المشاهد هو سعي الحج، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم. فهذه الأركان الأربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، لا يصح الحج بدونهما، ولا يجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره، بل لا بد من فعله، كما أن الترتيب من فعل هذه الأركان شرط لا بد منها لصحتها، فيشترط تقديم الإحرام عليها جميعا وتقديم وقوف عرفة. لا نزال معكم أيها الأحباب من قناة سلام الإعلامية المباركة، ونتحدث عن شعائر الحج، أحكام الأضحية فيه، السنن والآداب المستحبة في العيد، وأركان الحج وواجباته. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة. المشاهدون الكرام، في نهاية هذه الحلقة، وهي كانت ليس بطول الحلقات المعتادة، دعونا نتحدث عن واجبات الحج وسننه، وأيضا أحكام العمرة، لأن هنالك من يعتمر. واجبات الحج عزيزي المشاهد كما تحدثنا هي الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. هذا فيما يتعلق بواجبات الحج. دعونا نتحدث عنها واحدة واحدة. من واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. رواه البخاري. أما الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. من واجبات الحج كذلك المبيت بمزدلفة. ليلة النحر واجب عند أكثر أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذ أمتي نسكها
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه ابن ماجه وغيره. ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بعد منتصف الليل، فدل ذلك على وجوب المبيت بمزدلفة. وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام، ويجوز الدفع إلى منى في آخر الليل للضعفة من النساء والصبيان ممن يشق عليهم زحام الناس، ذلك ليرموا الجمرة قبل وصول الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. رابعا، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه أذن لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، ورخص أيضا لرعاة الإبل في ترك المبيت، مما دل على وجوب المبيت لغير عذر. خامسا، رمي الجمار، جمرة العقبة يوم العيد، والجمرات الثلاث أيام التشريق، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. سورة البقرة الآية 203. ورمي الجمار من ذكر الله لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أبو داود وغيره. سادسا، الحلق والتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: وليقصر وليحلل. متفق عليه. ودعا للمحلقين 3 وللمقصرين مرة. سابعا، طواف الوداع، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. وقول ابن عباس: أمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذه الواجبات يصح الحج بترك شيء منها، ويجبر المتروك بدم شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. أما سنن الحج عزيز المشاهد، وما عدا هذه الأركان والواجبات، الأركان التي تحدثنا عنها 4 والواجبات 7 منها، من أعمال الحج فسنن ومستحبات، كالمبيت بمنى في اليوم 8، وطواف القدوم، والرمل في 3 الأشواط الأولى، والإضلباع فيه، والاغتسال للإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، واستلام الحجر وتقبيله، والإتيان بالأذكار والأدعية المأثورة، وغير ذلك من السنن التي يستحب للحاج أن يفعلها وأن لا يفرط فيها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يلزمه شيء بتركها. أما أحكام العمرة عزيز المشاهد فلها أركان 3 عند جمهور أهل العلم: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع عند من قال بوجوبه. وما عدا ذلك سنن، فمن ترك ركنا لم تتم عمرته إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم. المصدر إسلام ويب.
أيها الأحباب الكرام، أنا سعيد جدا في هذه الحلقة أن دخلنا وإياكم في أشياء متعلقة وهي في غاية الأهمية في شعيرة الحج وشعيرة الأضحى. تحدثنا عن أحكام الأضحية وعن السنن والآداب المستحبة في يوم العيد وعن أركان الحج وواجباته وسننه، وتحدثنا في نهاية الحديث عن العمرة. أيها الأحباب الكرام، كنت معكم في هذه الحلقة من قناة سلام الإعلامية المباركة، وكانت نقلا عن مجلة الوسط الأسترالية. كما أشرت تحدثنا عن هذه القضايا وهي في غاية الأهمية عزيزي المشاهد، لأنها تجدد لنا القيم والمعاني، وكذلك تصحح لنا بعض المفاهيم التي ينبغي أن تتوافر عندنا حتى لو لم نكن في الحج، ولكن هنالك ما نقوم به حتى ونحن خارج المشاعر المقدسة، يعني لسنا بحجاج. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمر كل المشاهدين الذين يروننا في هذه اللحظات المباركات، أن يكتب لهم في عامهم القادم حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله، وأن يمكن لأولئك الذين هم بالقرب من المشاعر المقدسة ولكنهم لا يوفقون، وكثير من الناس لا يوفقون وهم داخل بلاد الحرمين الشريفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم حجة بإذنه تعالى في العام المقبل والأعوام القادمات، وأسأل الله أن يحفظ حجيج بيت الله الحرام من بلادنا الحبيبة إن وجدوا. حتى الآن لم نتحصل على معلومات دقيقة بعدد الحجاج الذين وفدوا إلى ديار الحرمين الشريفين من داخل إريتريا، ولكن هي الحالة معروفة عزيزي المشاهد، حيث الأوضاع الاقتصادية لا تمكن الناس من الحج، وحتى الذين مقتدرين كذلك هناك معوقات من هنا وهناك. أتمنى للذين وفدوا أيا كان عددهم من إريتريا من بلادنا الحبيبة أن يتمكنوا من أداء حجهم بيسر وفي صحة وعافية، ونسألهم أن يدعوا لنا ويدعوا للوطن العزيز أن ينتشر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من سباتها ومن وضعها غير المستقر. وإذا لم يأتوا من إريتريا هذه ليست أول مرة، ولكن أعتقد الموانع الصحية وما إلى ذلك أيام الكورونا وغيرها أفتوا من حيث لا يملكون أن أسقطوا على المقتدرين. فكذا عام، أعتقد عاما أو عامين أو ثلاث، إريتريا لم تكن بالذات العام معروف أنه لم توفد ولا حاجا واحدا، والأسباب كانت أسباب واهية جدا لعدم أخذهم اللقاح، بينما كان هنالك من يأخذ اللقاح، من يقوم بزيارات فنية كانت أو سياسية وغيرها. وحينئذ أنا كتبت ما لكم كيف تفتون، يعني صدرت تعليمات أنه سقط عنكم الحج يعني وهكذا. ولعل المشاهد الكريم يذكر تلك المقالة التي كتبتها آنئذ، أتحدث عن هذا حكم لا يملكه أحد أن يسقط فريضة الحج من استطاع إلى ذلك سبيلا. إن تمكنت عزيزي المشاهد من فتح ما كنت كتبته قبل فترة، يمكن أن نختم بها هذه الحلقة كانت متميزة وخاصة بشعيرة الحج. كونوا معنا أيها الأحباب الكرام، ربما نعود لكم دقائق مع قناة السلام الإعلامية المباركة بما قمنا به ذات يوم في هذه القناة، أو ما قمنا. نعم عزيزي المشاهد، هي دقائق أقرأ عليكم ما لكم كيف تفتون. كل أمر من أمور الحياة الدنيا فيه قول، بل قولان وأكثر،
إلا أمر هذا الدين الحنيف، فإن أموره كلها منصوصة حلالها وحرامها، وأما ما اشتبه عليه فالذي استبرأ لدينه وعرضه يفارق الشبهات، وإن كانت حلوة ملهية وطاب ممشاها حتى لا يقع في المشتبه. وإخوانه، فما لكم كيف تفتون؟ وكل مشرب من مشارب هذه الحياة الدنيا متشعبة قد توصل صاحبها إلى سمرقند أو قسطنطينية، إلا طريق هذا الدين الحنيف ملة أبينا إبراهيم الذي سمانا المسلمين، فإن له صراطا واحدا مستقيما، فمن زاغ عنه وقع في حبائل الشيطان وأصبح من الخاسرين. فما لكم كيف تفتون؟ وكل نعيم في هذه الحياة الدنيا محكوم لأجل مسمى، وخضوع ليس أسمى إلا نعيم الآخرة، فإنه سرمدي خالد مقيم، المنعمون فيه تجري من تحتهم الأنهار، وعلى سرر موضونة يشربون من نعيمهم ذاك كأسا بل كؤوسا، لا لغو فيها ولا تأثيم. فما لكم كيف تفتون؟ وقد بين الحق في تشريعه دينا قيما، ووصف زخرف الدنيا هذه بأنها دنيا، زخرف الحياة بأنها دنيا، من يجعلها غاية في أهدافه لم ينل منها إلا ما هو أدنى من ذلك الذي هو خير وأبقى وأحسن مقيلا. وقليل من عبادها من تلذذ فيها ففارق نعيمها دون شبع أو ترف، لأنها حياة دنيا لا غير. فما لكم كيف تفتون؟ ولأنها حياة دنيا يسعى فيها كل ذي كبد رطب إلا من خاف، فتغر من تغر وتشغل من تشغل، ولا يهنأ لنعيمها الزائل إلا رجل أو امرأة تعاركت على قلبه أسلحة البصر والبصيرة، فغلبت الأولى الثانية، ورانت شقوته وأصبح مجرد ناظر غير باصر، فانكفأ على زخرفها وباع الآخرة بالأولى، واغتش بها حتى غشيته غاشيته، فكان عفوا من النادمين. فما لكم كيف تفتون؟ دنيا لو كان فيها جنان خالدات لما تساوى فيها العالم والجاهل، ولما تولى الرويبضة أمور الناس فيها، وتوارى عن أشرافها أخيار الخلق وأنبلهم مروءة ومعروفة. دنيا تحمل في مسماها معناها الدني، يعيها من ألقى السمع وهو شهيد، فكيف بذات علم ودين تسوقه سوقا إلى شر أعماله؟ فما لكم كيف تفتون؟ أما والله فإن أناسي كثيرة من قبلكم لهتهم هذه الدنيا، جاروها حتى جارت عليهم، وشقوا لها حتى أشقتهم، ناكبوا العباد أوزارهم حتى تنكبت لهم، ساخرة هازئة شانئة، وهي تقول قد وقع في ضلالي من قبلكم، فما كنت لهم نصيرا أو رحيما ولا مرافعا حميما. فما لكم كيف تفتون؟ أنا الحياة الدنيا إن أشقى من خبرتهم هم أولئك الذين تبوأوا دار إفتاء باسم الدين أو الشرع، وقد قرأ الأولون منهم والآخرون منقلب كل من تاجر باسم الدين أو نافق إرضاء لرجل مثله أو امرأة مثلها، وهي تعلم وهو يعلم كفر هذا أو فسق ذات تلك، والدين منهما براء. فإن عاقبة أمر أولئك المدلسين الأفاكين الهوان في نعيمي والصغار عند الله، ثم عذابه الأليم. فما لكم كيف تفتون؟ أي والله فإن من كان قبلكم ناطحوا برؤوسهم شرع الله ومنهاجه، فكان غيهم لهم بالمرصاد، ناصبهم الذل أينما صالوا وجالوا، وأذلهم الله بعد عز، فلا فكاك من مصير. هم قد وضعوا بنيانه، وتشابكت حول أضلاعهم وأحلامهم
سرابات من وعود كاذبة، ترحاب هنا وحراسة مشددة هناك، وحشم بل وخدم من حيث لم يحتسبوا. فلما قضى الذي سول لهم حاجته وأملى لهم تعاليمه الباطلة وأشدد عليهم رغبته، تنكرت لهم، لأنهم قد نكصوا إيمانهم من بعد عهد. وتناسى أولئك أنهم أظلموا ثم فجروا ثم حلوا شعائر الله وحرموا ما أحل الله وركبوا غواية شيطانهم، فلم يكن لهم نصيرا أو معينا. فما لكم كيف تفتون؟ إن أخسر معركة يخوضها الغافل في هذه الحياة الدنيا هي المعركة ضد الحقيقة المطلقة. وإن للحقيقة المطلقة صاحبا واحدا أحدا، لا يشاركه فيها لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا إمبراطور. صاحب الحقيقة هو الحق سبحانه وتعالى لا غير. وإذا اشتق الاسم من اسمه، إن أكبر عدل لا يأتيه الباطل عن يمين أو شمال هو عدل الدين الحنيف وحقيقة الشرع القويم. وإن الدين عند الله الإسلام، فمن عن له أن ينسج من خياله إلها يعبده فهو حر، ومن سره الكفر البواح بكل شيء فهو حر، حيث الحرية لمن يشاء أن يؤمن فليفعل، ومن شاء أن يكفر فقد وجل. أما أن تعلن إيمانك بالحق ثم تحارب حقا من حقوق وعدل للحق عن صلف وخرف، وتعلن تآمرك على أمر أتى به أنبياء الله للناس ورسله شرعة ومنهاجا، فذلك عين الخبل وقلب الوبال. فما لكم كيف تفتون؟ أقف في هذا المنعطف الخطير. هي مقالة طويلة جدا كتبتها عندما لم يأتي ولا حاجا واحدا من إريتريا تحت ذريعة الكورونا. فقلت ما لكم كيف تفتون؟ أتوقف هنا لأن المقالة طويلة جدا جدا. كيف تذكرت تلك المقالة لا أدري، ولكن جميل أن نقلب صفحات التاريخ. أيها الأحباب الكرام، في الختام تحدثنا عن أحكام الأضحية، كذلك تحدثنا عن سنن وآداب مستحبة في عيد الفطر، عيد الأضحى أعني، وتحدثنا عن أركان الحج وواجباته وسننه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير وبركة ورحمة، كل عام وأنتم بخير. وأسأل الله أن يحفظ علماءنا الأفاضل وشيوخنا الكرام على جهدهم، ويعطيهم قوة ومنعة في العلم والجسم. وآمل أن ألتقيكم أيها الأحباب مع زملائي الفنيين عبر هذه القناة المباركة حلقة بعد حلقة، وأسأل الله يسجل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله أن يعيده علينا عاما بعد عام، وكلنا أمن وإيمان وتقوى وإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.